لا انت مدمن، يعني انت مدمن يا نور، اللي انت بتعمله ده ادمان. انا عدى عليا فتره كنت بلعب بلاي ستيشن كتير جدا، كنت بلعب من اول ما اصحى لحد ما انام. فعلا حرفيا لو في اي بريك مثلا كنت بروح الحمام باكل مثلا، الحاجات اللي ايه الطبيعيه، انك تروح تشوف حد عايز حاجه تعملها له وترجع تاني اللي انت بتعمله اللي هو حياتك اللي هي البلاي ستيشن. انا كنت حاسس مثلا لو حد سلب مني البلاي ستيشن ده كنت حياتي هتنتهي حرفيا، عشان دي حياتي. انا خدت الموضوع كده. تقول لي ايه الاوفر ده؟ لا انا فعلا ادمنته ادمان مش طبيعي. كنت شايف بقى ان البلاي ستيشن ده كل حاجه، والالعاب الاوبن وورلد، وانك تعيش في عالم مفتوح او مدينه كبيره مفتوحه، تقدر تروح وتيجي وتسوق وتعمل وحركات وتتكلم مع شخص وتضرب شخص وتشلوح وتعمل وحركات جامده قوي. حاجات كتيره جدا ممكن تعملها في اللعبه، وتنتراكت مع ناس معينه في مهمات وحاجات زي كده. الحاجات دي كلها كانت بتشدني جدا، وبتشد كل الشباب وبتشد كل الناس اللي بتلعب الجيمز دي. ما هي دي الفكره من الجيمز دي. دخلت قوي في الموضوع، حبيت قوي الموضوع ده، وزي ما تقول كده دماغي فهمتني ان دي حياتي. ده انا بعمل كده، انا المفروض ان انا اكمل كده، ودي حياتي باللعبه دي. كنت متعلق جدا باللعب دي كلها علشان هي كانت لعب مفتوحه كده، وتقدر ترول بلاي زي ما بيقول لك رول بلاي، انك تحس ان انت البطل، تحس ان انت الشخصيه، تحاول تعيش حياه واقعيه، تحاول انك تخوض احسن تجربه واكسبيرينس. يعني كنت شايف ان هي دي الحياه، وشايف ان اي حاجه غير كده ما لهاش طعم، اي حاجه غير كده مش مينفعش. كان الكلام ده حصل بقى لما سافرت من مصر للامارات، وانتوا عارفين بقى الاكسبيرينس اللي انا مريت بيها وطريقه التفكير والتجارب اللي انا مريت بيها لما رحت الامارات. كنت دايما ابرر لاهلي وصحابي ان البلاي ستيشن او اللعب هو ده حياتي، ده اللي بيخليني فرحان وده اللي بيفصلني، فسيبني وخليك كده في حالك كده وشوف حياتك وانا اشوف حياتي. كنت اول بقى ما جبت البلاي ستيشن كنت فرحان جدا، كان عندي متعه كده وبستمتع جامد قوي بطريقه غريبه. يعني اول ما جبته كده كنت فاصل فاصله جامده قوي من الواقع. يعني كنت مذهول، الجيمز تطورت بقى من على بلاي ستيشن 3، الجرافيكس بقت احسن، ولا لا في لعب حلوه نزلت، وده انت ممكن تعمل كده، لا يا لهوي. ونجيب بقى جيمز، واشتريت بقى اول كام جيم ليا، وكان اول كام جيم دول كانوا المتعه كلها. وزي ما ذكرت لك من حبه، يعني ان الجيمز دي جامده جدا وفيها اوبن وورلد وتعيش بقى وتعمل وتسوق وتروح وتيجي وتعمل مهماتك، وممكن تعمل مهمات جانبيه، فالموضوع بيبقى فيه واقعيه شويه. وكنت عايش الليله لما تعلقت قوي وفصلت قوي من العالم الواقع كده، وخليت حياتي كلها ديديكيتد للعب بس. حبيت بقى ان انا اتشيف واعمل وابقى جامد في اللعبه دي، ابقى انا اعلى ليفل، وانا اللي اجتهدت وعملت الليفل ده مع نفسي وظبطت الدنيا. كان معايا فلوس قد كده في اللعبه، فكنت دايما عايز احسس نفسي ان انا جامد علشان احس احساس احسن. ما كنتش بلعب كده من ان انا اضيع وقت، كنتش بلعب كده عشان ابقى فن، كنت بلعب كده علشان انا عايز ابقى جامد. والطبيعي ان انت عايز تبقى جامد في الجيم اللي انت بتلعبه، ما دي الفكره بقى. انا عايز بقى انا ابقى الاول، عايز انا اللي اكسب، ما هي دي المتعه. انا عارف اللي انا عايز احس ان انا كويس وابقى جامد، ده الطبيعي. يعني عملت كده ازاي بقى؟ من خلال البلاي ستيشن. قعدت اجيب بقى اتشيفمنتس وتروفيز وفلوس واعلى في الليفل واظبط الدنيا وحركات بقى. ركز معايا بقى، علشان بعد ما البلاي ستيشن قدم معايا او قعد معايا يعني شهر ولا شهرين، ما بقاش جديد يعني، خلاص بقى معايا عادي يعني. كنت دايما بحاول الاقي الاحساس بتاع انا عايز الاقي المتعه اللي انا كنت لقيتها اول ما جبت البلاي ستيشن، وعايز اكمل واكمل واكمل واشوف جيمز تانية. وما كنتش بلاقي برضو المتعه اللي انا كنت لقيتها في الاول. كنت بحاول دايما اثبت لنفسي ان انا جامد ومش عارف ايه، علشان الكلام ده كان ناقص عندي في الحياه، ما كنتش حاسس ان انا جامد في الحياه. بقيت دايما ازود من اللعب وازود من اللعب واكتر من اللعب، والموضوع مش عايز يهدى معايا خالص. ما فيش زهق، اتعلقت جامد قوي بالحوار. كنت بوصل لدرجه كده مش حلوه، ان انا لما حد كان عايز يلعب من اخواتي مثلا او حاجه زي كده، واحنا عايزين نتفرج على التلفزيون، فحضرتك قوم دلوقتي العب بلاي ستيشن بعدين، انا كنت بزعل جدا وبقفش جدا وباخد الموضوع على خاطري، وكنت بزعل. انت قومتني من البقليله اللي انا كنت فيها، كنتش بانتراكت مع اي حد من اخواتي، منعزل تماما. كنت دايما بفتكر ان اللي عايز يتكلم معايا او ينتراكت معايا بفتكر ان هو شخص رخم ومش عايزني استمتع. حتى البلاي ستيشن اللي هو مش بتاعي برضو كان بتاعي انا واخواتي يعني، بس مش عارف انا برضو كنت مستحوذ عليه جامد قوي. حتى لما البلاي ستيشن ده كان بيتسحب علشان داخلين على دراسه، داخلين على امتحانات، حاجه زي كده. حتى البلاي ستيشن ده لما كان بيتشال، يعني بيتشال بس مش اكتر، بيتفصل يعني، ونشيله حبه كده ونرجعه تاني، كنت بزعل جدا وباخد على خاطري وبكتئب. يعني كنت بخش في حاله اكتئاب، كنت بحس كده احساس اللي هو انا مظلوم، انا مظلوم، انا ما عملتش حاجه، انت ليه بتعمل معايا كده؟ احاول وعافر وازن كتير جدا ان حد يرجع لي البلاي ستيشن، والموضوع كان صعب. وما تعرفش انت ازاي بقى لما انا كنت مخضوض
ان انا فاكر ان البلاي ستيشن باظ ومش عايز يفتح، كان في حاجه بس في الكهرباء وخلاص، بس انا كنت فاكر ان البلاي ستيشن بايظ لمده ساعه كده ولا حاجه. حسيت فعلا ان انا في حاجه كده او جزء من حياتي اتاخد كده، فاهم، تكوش عليه، ما فيش. ده كان في مخيلتي وده كان في دماغي، يعني ما كانتش حاجه هزار. مثلا انت قاعد بتلعب بقالك سنتين ولا سنه ونص على نفس النمط اليومي وتخنت جامد علشان انت قاعد طول اليوم على الكنبه، مفيش اي تحرك من الكنبه للحمام ومن الكنبه للمطبخ علشان اروح اجيب لي بقى شيبسيات وحركات ولا حاجه. كنت بدخن. كان برضو بيتعرض عليا فكره ان انا لا انت مدمن، يعني انت مدمن يا نور، اللي انت بتعمله ده ادمان، انت كنت بتعمل حاجه لمده 16 و17 ساعه في اليوم. كان بيتعرض عليا الافكار دي، كنت بزعل جدا، قلبي بيتقبض كده وبتربي، يعني اللي هو لا انا مش عايز اتكلم في حاجه زي كده وانا مش كده وشكرا. وبحاول انهي النقاش باي طريقه، بحاول انهي دايما الحوار اللي ما بيني وما بين اخواتي واهلي يعني على حاجه زي كده. كان سهل قوي ان يبقى في صدام ما بيني وما بين اي حد من عيلتي لو حد اتكلم معايا في حاجه تبع البلاي ستيشن. كنت برضه افتكر ذكرى كده مش لطيفه. كنت مثلا لما اروح السوبر ماركت اول ما اصحى او حاجه زي كده، يعني مطلوب مني اروح اجيب شويه حاجات وخضار وكده، يعني عارف انت الناس اللي شغاله في السوبر ماركت دي والناس اللي شغاله هناك بيشوفوني كل يوم، فخلاص بقى في علاقه سلام عليكم وعليكم السلام، ازيك عاملين، ونقف شويه مع بعض ومش عارف ايه وخلاص، واروح اشوف انا هعمل ايه، احاسب واطلع. افتكر ان انا لما تعمقت قوي بقى وتعلقت جدا بالبلاي ستيشن، افتكر ان انا كنت عايز انجز وكنت بنسى حاجات كتير متعمد وكنت عايز اخلص الحوار اللي ما بيني وما بين الشخص ده علشان عندي حاجه اهم من كده بكتير. البلاي ستيشن. انا مش بتكلم على حته ان البلاي ستيشن ده ويدمر صحه الشباب ويحرض على العنف، انا مش جاي اتكلم على كده خالص، انا بتكلم عن حاجه تانية وتجربه ليا. الموضوع يعني مش داير حوالين البلاي ستيشن، هو الموضوع داير حوالين ان انا في حاجه انا بعملها كتير جدا ومتعلق بيها جدا وادمنتها. كان برضو بيجي عليا وقت كنت ببقى زعلان جدا علشان انا عارف ان انا ابتديت في الفلوجز والحاجات دي ومش عارف اكملها، فما عنديش الحاجه اللي تخليني اقوم اعمل فلوج. انا متعلق بحاجه تانية خالص، انا عندي اللي بيخليني فرحان وابقى انا شخص كويس، بيديني دوبامين، بيديني اللي هو الافرازات اللي بتيجي في المخ اللي هي الدوبامين والحاجات دي كلها. كنت مخلي حياتي فيها اثاره، والاثاره دي كانت جايه من على طريق اللعب. كان بيجي لي فرصه ان انا مثلا اروح احضر ايفنت معين، اروح اشوف جامعه معينه، اروح احضر كلاس معين، اروح احضر كورسات معينه. كان بيجي لي برضو فكره ان انا عايز اكمل تصوير. انا كنت بصور في مصر وكنت بعمل فوتوغرافي، كنت بمارس هوايتي الفوتوغرافي وكنت شغال فيها حلو جدا وبستمتع بيها جدا. وكان بيجي لي فكره ان انا يلا ننزل نصور اي منظر اي حاجه. فالفوتوغرافي والايفنتس والكورسات اللي انا كنت ممكن انزل احضرها كنت بفكس لها. وافكار بقى الفوتوغرافي وافكار الرياضه والحاجات دي كلها فين راحت فين؟ مفيش. انا كل الكلام ده اهملته. كل الكلام ده انا بقول لنفسي ان انا هبتدي بكره، خلاص النهارده اخر يوم بلاي ستيشن، بكره بقى البدايه من اول ما اصحى واعمل. ومفيش الكلام ده خالص. كنت في اول بدايه القناه على اليوتيوب كنت بعمل وقفات كتير جدا ما بين الفيديو والفيديو، كنت بفكر فيها ان انا اعمل فيها فلوجات، مش كنت بحاول حتى. والكلام ده كان بيفشل عشان كنت بلعب على البلاي ستيشن. وكنت دايما اقعد اقول لنفسي بكره. جيت بقى على حته ان انا خلاص انا هعمل وقفه مع نفسي، ما ينفعش خلاص، لا ما اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش ليك، مش صح من نواحي كتير جدا، اللي انت بتعمله ده مزود فيه واوفر. وكنت لما بوقف خلاص انا كده وقفت خلاص يوم يومين 3 ايام كبيري 4 ايام، وقفت بلاي ستيشن ورجعت بذمه، رجعت بضمير وبقلب بقى، يعني رجعت ابص اللي هو انا مش انا كنت شويه بلاي ستيشن ده كنت هاخده حقن، يعني مش عارف. وكان اليومين دول ولا ال3 ايام دول كانوا صعبين عليا برضو، بس انا كنت دايما بقعد افكر نفسي بان انا عندي حافز، ان انا جامد واقدر اعملها ونقدر نظبطها. وكنت برجع تاني، وكل ده عشان شعرة بس موتيفيشن بسيطه ملهاش اي معنى، جت من لا شيء. ازاي بقى؟ انا كنت مدمن، كنت دايما بقى انا معتمد على ان انا اعمل اتشيفمنتس كتير علشان احس ان انا بني ادم افضل واحسن، وده اللي كان بيخليني افصل. فلما الواحد ياخد اتشيفمنتس ويعمل الحركات دي كلها ويحقق حاجات كتيره في الجيم، بيحس ان هو شخص كويس، فرحان، مليت عندي حته ناقصه في حياتي، فصلت من الواقع كده وبقيت فرحان. هيجي واحد عسل يقول لي بقى لا يا عم الادمان ده يا عم في حاجات تانية، استغفر الله، لك اللي انت بتعمله ده ما فيهوش ادمان. لا، في ادمان. انا اتعلقت جامد قوي بحاجه، حبيتها بزياده، دخلت فيها بغباوه. ما هي المخدرات بتفصلك، الخمره بتفصلك، السجاير والحاجات دي كلها بتخلي الواحد يفصل الى حد ما. فمش لازم يكون الادمان بس للمخدرات، يعني او انك تدمن حاجه او انك تكون ادكتد لحاجه، مش لازم للمخدرات بس. في ادمان للاكل، في ادمان للشرب، في ادمان للفرجه على التلفزيون، في ادمان عادات وحشه، في ادمان للبلاي ستيشن والفيديو جيمز. انا بقى زي ما قلت لكم ان البلاي ستيشن لما كان بيتسحب مني او كان بيتاخد في اوقات معينه، او لما كنت بقعد فتره كبيره من غير بلاي ستيشن عشان ظروف معينه مثلا، كنت بحس ان انا شخص وحش. كنت دايما اقعد اقارن نفسي بناس تانية، كنت ببقى شخص زعلان فعلا، حاسس ان في حاجه ناقصاني. كنت بحس لما البلاي ستيشن ما يكونش موجود في حياتي، كنت بحس ان في حاجه اتسلبت من حياتي، جزء كبير اتاخد من حياتي. لكن برضو كنت بحس ان انا ما كانش ليا قيمه وانا بلعب، اللي انا كنت بعمله ده ملوش لازمه. فهو بقى كل المود الوحش والقرف كله قعدت افتكره وحسيته. فكنت محتاج وقت كبير
كبير جدا ان انا احس او استوعب حته ان انا فعلا مدمن، علشان كنت دايما بنكر حاجه زي كده. كنت دايما اقعد اقول للناس يا جماعه انا طبيعي، انا مفيش مشكله فيا، زي المريض النفسي يعني ما بيحسش ان هو مريض نفسي، ما بيقعدش يقول انا مريض نفسي الا لما بيعرف بقى ان هو مريض نفسي ويستوعب حاجه زي كده يحاول يعالجها. فكنت محتاج ان انا استوعب في وقت كبير جدا ان انا فعلا مدمن، واني كنت محتاج ان انا اخرج عاده البلاي ستيشن، اخرجها من النمط اليومي بتاعي واليوم بتاعي. انا مش بروفيشنال ومش هعرف اقول لك ازاي تخرج من الادمان. احتجت اهلي ان هم يخرجوني من الادمان، بحيث ان انا شلت البلاي ستيشن. ما كنتش مثلا لما بيتشال مني او كان بيتسلب مني كنتش بقى بزعل وبتعب ومش عارف ايه. اي نعم كنت بمر بوقت رخم شويه علشان دي كانت حياتي كلها. يعني لو شلت منه بلاي ستيشن كنت هفضل قاعد على الكنبه مش عارف استوعب. الموضوع كان صعب انك تستوعبه. اهلي برضو هم اللي كانوا بيساعدوني، والاراده هي اللي كانت من عندي الصراحه. وفكره تقبل ان انا مدمن دي انا اللي كنت محتاج اقوم بيها واحسها، ما كانش حد هيحسسني بالغصب. فكون ان انا قعدت اجتهد بان انا املى يومي بحاجات تانية مختلفة حلوة وجديدة، تحسسني ان انا اتعلمت حاجة جديدة، تحسسني ان انا عملت حاجة جديدة. ومن بعد النقطة دي برضو بدأت اهتم بالفلوجز، وبدأت اهتم بالكونتنت كرييشن والكتابة. حطيت جهدي برضو في المدرسة، جبت درجات عالية جدا برضو الحمد لله رب العالمين. بعد وقت كتير جدا ووقت صعب لاحظت ان انا لما ابني نفسي واعمل حاجة لصحتي واعمل حاجة لمستقبلي واعمل حاجة اللي انا بحبها واجرب حاجات كتيرة، حتى لو ما عنديش حاجة بحبها اجرب حاجات كتير، عارف ان ده في الاخر هيعود عليا بحاجة كويسة، هيفيدني في المستقبل، هيفيدني في الحاضر. فهمت ان انا لما اهتم بدراستي واكون مخلص اللي عليا ان انا اصلي اكتر واقرا قران واهتم بعلاقتي مع ربنا، اكتشفت ان ده هيعود عليا بالايجابي، ده هيفيدني في المستقبل وهيفيدني في الحاضر. اكتشفت ان كل ده هيزود لي الدوبامين او افراز الدوبامين في المخ اللي بيخليني اكون فرحان واكون مستمتع وراضي. الحمد لله. يعني كانت تجربة رخمة عدت بسلام، او مش بسلام قوي الصراحة، كان فيها قرف حصل، كان في دربكة حصلت وخناقات بقى وايه. الموضوع صعب، الادمان صعب. الناس بتاخد وقت فعلا عشان تعرف ان هي مدمنة حاجة. الموضوع بالنسبة لهم بيبقى احسن لما يكون حواليهم اهلهم، لما يكون حواليهم صحابهم، لما يكون حواليهم ناس بتهتم بيهم، بيبقى عندهم تشانس اعلى ان هم يعرفوا ان هم فعلا في ادمان. انا لو كنت كملت بالطريقه دي كنت ممكن اقعد على 5 سنين 6 سنين بنفس النمط اليومي ده ومش هزهق، هبقى مدمن اكتر. ولما ازهق احس احساس وحش قوي، يعني حاجه ربنا ما يوريك. بس كده حكيت لك على قصة ادماني للبلاي ستيشن، حكيت لك على ان انا ما كنتش لاقي بدايل تانية خالص، حكيت لك ان انا كنت فعلا في وقت يعني صعب كنت بحاول اخد احساس حلو من البلاي ستيشن. ممكن اخد الاحساس الحلو ده من اماكن احسن واماكن صحية اكتر او حاجات صحية اكتر، لكن ممكن مع الظروف ادمنت حاجة زي كده. بس انا عارف ان الموضوع ده باختياري، انا عارف ان انا كنت ممكن في الاول اصلي على النبي كده واهدى تمام، وكنت عارف ان انا ممكن اعمل حاجات بديله، كنت عارف ان انا ممكن اعمل حاجات تانية مع البلاي ستيشن. انا ما زلت على فكره برضو بلعب بلاي ستيشن، بس يعني الموضوع متحكم فيه شويه علشان انا عارف انا تجربتي مع الحوار ده ومش عايز اخش فيها تماما خالص. مفيش بقى شكرا. وعندي الحمد لله رب العالمين حاجات تمنعني ان انا العب بلاي ستيشن عشان فيها جامعه حضرتك، لكن الحمد لله رب العالمين اهلي طلعوني من حاجه زي كده وبمساعدتهم طبعا. وكان في دور كبير جدا انا كنت محتاج ان انا اتحمله واقوم بيه، الدور ده اللي هو الاراده. كنت محتاج ان ربنا يعيني، وكنت بحاول ان انا دايما واحده واحده ابدل العاده بتاعت البلاي ستيشن بعادات تانية مختلفة، واحاول اوزع طاقتي على الرياضة والدراسة واللعب العادي اللي هو اللعب مش الاوفر والادمان، واللعب العادي، وان انا اهتم بالحاجة اللي انا بحبها، وان انا اشوف حاجات جديدة في الحياة ممكن احبها. بس كده، شكرا، السلام عليكم.